منهج للهند، وراه مشكل كبير ديال المجاعه. راه التمثال ديال تشرشل جاو كتبوا عليه شخص عنصري وكانوا زولوا ديك التمثال وكذا. نعطي مثال بسيط عنده علاقه بقضيتنا اليوم، القضيه الفلسطينيه. لما وقعت الثوره العربيه جيء بتشرشل للمساءله البرلمانيه، وكان في اللجنه البرلمانيه وطرحوا عليه اسئله على الثوره العربيه التي كانت في ذلك الحين، وقال لهم واحد الكلام بسيط وصريح. قال لهم شبه الفلسطينيين بالكلاب، قال لهم الكلب اذا كان في معلفه ودوز واحد المده طويله هذا لا يعني انه يملك ذلك المعلف، ونحن سنغير ذلك العرق بعرق اسمى واعلم واحسن منه. فين المساواه؟ هي عند المفكرين ما كاينش المساواه عبر التاريخ، هي عند السياسيين ما كاينش المساواه. اليوم العالم الحر، جاو الناس الذين ينتمون الى العالم الحر وكيتكلموا على الناس غزه وشبهوهم بالحيوانات. غادي 2 سيمانات ولا 3 ماشي بعيده. هذه استنكر المنتظم الدولي والعالم الحر هذه التصريحات؟ لا. وحنا بنتنا المساواه عيب ديك يوصيكم الله في اولادكم صافي. هذه راه ماشي مقاربه علميه، هذه مقاربه. اللاجئون الاوكرانيون، العالم الاوروبي كيقول لا يمكن ان تتصور هذا لاصحاب العيون الزرق. عقلتوا عام الاول، هادو العيون الزرق ما يمكنش يكونوا لاجئين. اصحاب العيون غير الزرق شنو نعملوا معاهم؟ ماشي مشكل. اذا كانت المساواه مبدا كوني نحتكموا له مرحبا. قبل ما نتكلم على المبدا الكوني نجي للقانون المغربي. القانون المغربي اولا مدونه الاسره التي نحن بصدد تعديلها ما فيهاش المساواه، ما فيهاش المساواه. النفقه كاينه على الرجل، ما كايناش المساواه في النفقه. الحضانه عند المراه ما كايناش المساواه. نطالبوا بالمساواه. راه حتى وحده ما تزوج حتى تكون عندها الفلوس باش تنفق بالمساواه مع الراجل. ثانيا نمشي اسمى من مدونه الاسره وهو الدستور بنفسه. هذه الدستور المغربي فيه المساواة. الكوطة في الانتخابات المساواة، سموها التمييز الإيجابي، سميها اللي بغيت، ولكن واش مساواة؟ ثانيا منصب ولي العهد في الدستور منصب ذكوري ولا فيه المساواة؟ منصب ذكوري وحنا موافقين عليه. فإذا كنا نتعاملوا بالمساواة كمبدأ ويجب أن نعممه على الجميع وعلى جميع المقتضيات القانونية وبدون استثناء، هذا هو المبدأ. نبقاو نطبقوه هنا وما نطبقوش هنا ونشبتوا هنا بواحد الشكل أرثوذكسي وما نشبتوش هنا راه كتجيني واحد المغالطات. بعض المرتكزات التي يستندون عليها في الحديث عن المساواة كيقول لك لا عقلانيات، غير المسألة غير معقولة، ما مفهوماش ما معقولاش ديال أن للذكر مثل حظ الأنثيين. أولا في الإرث عندنا حالات ديال المساواة، مثلا الأب والأم ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الإخوة لأم عندهم المساواة. ثانيا عندنا اللامساواة. هذه اللامساواة فيها 3 الحالات. الحالة الأولى أفضلية الذكر على الأنثى، والحالة الثانية أفضلية الأنثى على الذكر، والحالة الثالثة توريث الأنثى ومنع الذكر المماثل لها. توريث الأنثى ومنع الذكر المماثل لها. وأنا بالساعة في المناقشة نعطي هذه الحالات. نجي لا عقلانية هذه اللامساواة أو هذا التمييز. هل دائما القوانين تكون معقلنة؟ لا، حتى نفهمها حتى تكون مقبولة عقلا؟ لا، أحيانا كتكون عندنا واحد الأعراف واحد العادات كيوقع واحد التطبيق مجتمعي كترسخ وكترسم قانون. نعطي مثال، منصب ولي العهد في المغرب، منصب الملك يلا ممكن نتكلموا عليه من الناحية العقلية، علاش هو ذكر وليس أنثى؟ ما يمكنش، ما نفهماش، بل بالعكس العقل
يقتضي أن تكون الأنثى ملكا في المغرب، لأن الملك لا يستمد مشروعيته قبل الدستور، لا يستمد مشروعيته إلا بالنسبة إلى الدوحة الشريفة، وهو لا يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا عبر المرأة وهي السيدة فاطمة عليه السلام، فيستمد مشروعيته عن طريق المرأة. فكيف نمنع المرأة من هذا المنصب؟ ولكن واش كنستصغوه وعندنا مقبول وكنصوتوا عليه وعاملين به؟ عاملين به. فإذا ليس دائما لا العقل ديالي يقول لي لا، هذا ديال الله سبحانه وتعالى ونحن مسلمون. ومن معاني الإسلام أن تسلم وجهك لله تعالى، الإذعان والإسلام والاستسلام، الله قالها صافي. ثم النقطة الثالثة في بعض الأطارح التي تتداول، وهي أن نركز على آيات الوصية ونرفض آيات المواريث. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يقول لك هذه الآية هي اللي نعملوا بها الوصية. علاش الوصية؟ والله ما باغيين هذه الآية، والله تبغين غير نقلدوا الغرب. نقراو واحد الكتاب ديال جورج طرابيشي المرض بالغرب، كتاب نجيو نعملوا بالوصية. أكبر متضرر من الوصية هو المرأة المغربية. الآن عندنا آلاف ملايين الرجال مستعد يحرم مرأته ومستعد يحرم بنته من الإرث لكي لا تنتقل تركته. هذا العقل الواقعي، ما نكذبوش على راسنا. لكي لا تنتقل تركته إلى زوج بنته وإلى عائلة أخرى وكذا وكذا. عندنا الإرث دابا منصوص عليه، البنت ترث، كيموت الراجل وكيجيو ولادو كيضيقوا على أخواتهم البنات باش ما يورثوش. أنا ما كنتكلمش على الخايب، هذا مع الإرث ومع البنت وارثة وكتعاني، فما بالك إذا زولنا وعطينا الوصية. أيوا تشوفوا ديك الساعات راه ما نلعبوش بالنار، هذا راه سميتو اللعب بالنار. خص الإيديولوجيا نرتفعوا عليها، وخصنا المقاربة العلمية واعتبار المآل والنظر في المجتمع. إذا هذه بعض ما يتعلق بالمشاريع الحداثية. غادي ندير واحد الإطلالة على بعض اللي سمته الرسالة الملكية الاجتهاد المنفتح. في المذهب المالكي، في الحقيقة الإرث، المنظومة الإرثية في المذهب المالكي ما فيهاش شي جديد. كانت عندنا بعض اجتهادات الصحابة، الاجتهادات ديال زيد بن ثابت أخذ بها أهل المدينة، وبالتالي أخذ بها الإمام مالك، وإحنا كنطبقوها. نحن نطبق وجهة نظر أو اجتهادات زيد بن ثابت، ماشي اجتهادات المذهب المالكي. لكن في المذاهب الأخرى عند الصحابة الآخرين، علي بن أبي طالب، بن عباس، بن مسعود، عندهم اجتهادات أخرى. غادي نبداو بذوي الأرحام. ذوي الأرحام العمة، الخالة، ما كيورثوش في المذهب المالكي. أغلب الصحابة يورثونهم، ربما باستثناء زيد بن ثابت. أغلب العلماء يورثونهم، ونحن نمنعهم من التوريث. في الحقيقة أنا عندي رغبة أن صناع المدونة الآن ينفتحوا، خصوصا أنا عنده هذا الرأي، هذا عنده أدلة. أنا عندي رغبة أن صناع القائمون على هذا الورش أن ينفتحوا على هذا المذهب وعلى هذا القول. ثانيا، توريث ولد الزنا. تكلمت عن النسب الأستاذة. في الحقيقة ما هو الدليل في منع إثبات نسب ابن الزنا وبالتالي منع توريثه؟ راه الدليل القوي هو الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكن خصنا نفهموا هذا الحديث. هذا الحديث في سياق النزاع أولا، ومع وجود
زوجية ثانية. عندي راجل مزوج مع مراته، جا شي واحد قال له لا ولدك فلان فلاني راه ولدي. هذه قال لك الحديث النبوي سد الباب، الولد للفراش للزوجية وللعاهر الحجر، ما يمكنش نبقاو نشتتوا الأسر. لكن عندي سيدة غير متزوجة وأنجبت عن طريق الزنا. جاء هو ديك السيد وأقر وألحق مبارك بن سعود، لم يلحق، وهي كتقول لك هذا ابن فلان. اليوم احنا ماشي في القرون الماضية، احنا في القرن 21، عندنا آليات جديدة لم تكن عند الفقهاء السابقين، وبالتالي يمكن أن نقول بإثبات النسب. وهذا الحديث لا يمنع. لماذا؟ لأن الحديث يقول الولد للفراش، وهذه السيدة ما مزوجاش، لا وجود للفراش. هل ننسبه إلى معدوم؟ لا يمكن. فإذا هذا الحديث ما عندوش علاقة، عنده علاقة فقط بالحالة ديال الزوجية. إذا لم تكن عندنا الحالة الزوجية فهذا الحديث لا يصلح للاستدلال. وأتمنى من مدونة ابن القيم وابن تيمية والحسن البصري والسي أحمد الريسوني والشيخ عبد العزيز بن الصديق الغماري، هذو جوج مغاربة يقولون بهذا الكلام. يجب أن ننفتح على هذا القول وعلى هذا الاجتهاد. نرجع للنقطة الأولى اللي مكتوبة تما، وهي الغراوين. الغراوين هي حين تكون الورثة إما زوجة وأب وأم أو زوج وأب وأم. حين تكون الزوجة ومعها الأب والأم، لاحظوا الأب يرث 5 والأم 4، فالأب الذكر يرث أكثر منها بقليل. الحالة الثانية الأب الذكر يرث نصف، وحنا لا مساواة، يرث نصف الأم الأنثى. زيد بن ثابت لم يستسخ هذا التوجه. زيد بن ثابت هذا اجتهاد ديالو رضي الله عنه، دار واحد الفتلاكه، واحد التخريجه. ماذا فعل؟ لاحظوا، عملنا ما يسمى الثلث الباقي. نعطيو الزوجه النصيب ديالها والباقي نقسموه على 3. الام عندها الثلث الباقي. لماذا؟ لكي يجعل دائما الاب يرث ضعف الام اللي هي انثى. هذا اجتهاد نحترم صاحبه، ولكن سيدنا ابن عباس صحابي اخر ارسل له الرسول يساله لماذا فعلت كذا وكذا؟ قال له راي اراه، لا يمكن ان القى الله والانثى او الام ترث اكثر من الاب، ما يمكنش. اذا هل له دليل؟ لو كان عنده دليل لادلى به في تلك اللحظه. فاذا هنا نحن نذهب مع الفريضة في شقها العلوي، لأننا نحن نطبق مذهب زيد بن ثابت. فأنا أتمنى أن القائمين على هذا الورش أن يميلوا إلى الرأي الآخر، لأنه هو الرأي القرآني. التطبيق القرآني هو هذه الفريضة المكتوبة في الجانب السفلي. إذا هذه بعض الإشارات، وهناك إشارات أخرى قد نرجع إليها أثناء المناقشة. أجدد شكري للقائمين على هذا النشاط، وأشكركم جزيل الشكر على صبركم وعلى تحملكم. جرت العادة بعد انتهاء أو نهاية كل محاضرة أو ندوة يتم فتح باب المناقشة، لكن الأعزاء بالودادية موظفي العدل والزملاء بالمركز واللجنة الصاهرة على إعداد هذا النشاط رسأت أن تكسر هذا العرف وهذا العادة. أعطي الكلمة للزميل السي عادل اليعقوبي، ليتفضل مشكورا. السادة الحضور الكرام، اعترافا بالجميل والمجهودات التي يقدمانها خدمة للمجتمع، ارتأى كل من المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة أعمال التشريع والقضاء بإقليم العرائش وودادية موظفي العدل فرع القصر كبير تكريم كل من الأستاذين الجليلين الأستاذ عبد المالك العسري عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة تطوان حسيمة، والأستاذ محمد الرينو منتدى القضائي بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير،
وقبل تقديم هدايا التكريم ندعو الأخ محمد كماشي بالتفضل لإلقاء كلمة في حق الأستاذ عبد الملك العسري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أزكى السلام. أيها الحضور الكريم، لا يمكنني إلا أن أكون سعيدا وأنا أشارك في حفل تكريم الأستاذين سيدي محمد الرينو بسم الله الرحمن الرحيم. أتابع في حفل تكريم الأستاذ محمد الرينو، هذا الرجل المشهود له بالكفاءة والاستقامة المهنية والأخلاق، وكذا الزميل والصديق سيدي عبد الملك العسري، والذي أتقاسم معه مجموعة من المواقف والأفكار. سعيد كذلك لتواجد وسط نخبة حقيقية من رجال الفكر القضائي والحقوقي والثقافي والأدبي من مدينتنا. سعيد كذلك لتواجد وسط أبناء الطلبة الباحثين، خاصة المنتسبين لكلية الحقوق بهذه المدينة. أيتها السيدات، أيها السادة، سعيد كذلك بوجود وسط نخبة من حملة مشاعل الفكر والمعرفة بهذه المدينة. أشكر المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة أعمال التشريع والقضاء بإقليم العرائش وودادية موظفي العدل بالقصر الكبير على توجيه الدعوة للمشاركة في هذا الحفل، والذي أعتبره اعترافا وعرفانا بما قدمه أهل الفضل. فشهادتي في حق الزميل عبد الملك العسري، وإن كانت تتقاطع مع شهادات العديد من أصفياء أستاذنا الشريف سيد عبد الملك العسري في كثير من الخصال والميزات والفضائل، فإنها لن تكون المهم ارتجل، فإنها لن تكون تلك الشهادة الأسمى، وذلك لما أعرفه عن الرجل من صفات حميدة. هذا الرجل سيدي عبد الملك العسري الذي تربى في بيت نضال في صرح سياسي وطني، وانتسب إلى الشبيبة الاتحادية في 3 دورات مكنته
من صقل موهبته النضالية وتطويرها لصالح قضايا الإنسان. كذلك شريف العسري ينتسب إلى أسرة محافظة بالمدينة، هذه الأسرة التي انتهلت العدالة والتعليم والقضاء. كل هذه العوامل أسهمت في تشكيل شخصيته، هذه الشخصية التي آمنت بالاختلاف، التي آمنت بالحوار، والتي آمنت بالتعايش. سيدي عبد الملك العسري، ماذا يمكنني أن أقول؟ في الحقيقة ما عرف عنك هو دفاعك المستميت عن مجموع القضايا التي آمنت بها داخل المسلج الجهوي لحقوق الإنسان، والذي انتسبت له سنة 2000 باقتراح من 2020 باقتراح من رئيسته السيدة المناضلة أمينة بوعياش. ومنذ هذا التاريخ وأنتم تناضلون وتقبضون على الجمر وتتبنون مجموعة من القضايا، هذه القضايا المحورية التي كانت لها محاور الاشتغال. المحور الأول لاشتغالكم الاشتغال على قضايا المرأة، المحور الثاني الاشتغال على قضايا الطفل، وفيما أعرف المحور الثالث الاشتغال على البيئة. ومؤخرا نشتغل أنا وأنت سويا في ملفات الإعاقة بهذه المدينة والدفاع على هذه الشريحة. كل هذه الأشياء أهلتك لأن تكون